ايه العلاقة الغريبة بين شركة كاوتش واغلى مطاعم في العالم؟ القصة دي بتثبت ان المحتوى او الكونتنت ممكن يكون اقوى بكتير من الاعلانات المباشرة. سنة 1900 في فرنسا كان في 3000 عربية بس. الاخوين ميشلان كان عندهم مصنع كاوتش، بس كان عندهم مشكلة، الناس مش بتسوق عربياتها كتير، فالكاوتش مش بيبوظ ومش بيشتروا غيره، فكانوا محتاجين سبب يخلي الناس تسافر مسافات طويلة. عملوا كتيب صغير لونه احمر وسموه دليل ميشلان. الدليل ده كان فيه خرايط محطات البنزين، والاهم قائمة باحسن المطاعم اللي في الارياف والمناطق البعيدة. الفكرة كانت عبقرية، الناس هتقرأ عن مطعم حلو بس بعيد، فهتضطر تسافر بالعربية عشان تروح تاكل. الكاوتش هيتاكل في الطريق، فاشتروا كاوتش ميشلان. ونظام النجوم اللي عملوه في الكتيب ده كان بيخدم الفكرة دي جدا. نجمة واحدة مطعم جيد، والنجمتين يستحق انك تغير طريقك عشانه، والثلاث نجوم كان يستحق رحلة خاصة، يعني سفر واستهلاك كاوتش. الخلاصة، ميشلان النهاردة هي الحكم رقم 1 في الاكل، مع انهم بيبيعوا كاوتش. الدرس هنا بان انت مش لازم تبيع منتجك بشكل مباشر، اخلق للعميل سبب يستخدم بيه منتجك، والمبيعات هتيجي لوحدها. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير، واستناني في فيديوهات جاية عشان هكشف لك ألعاب اكتر.